بدر الدين المدغري علوي رئيس الجمعية الثقافية المغربية بدولة إستونيا. اليوم تنحتفلوا بعيد الفطر، وهذه المناسبة الغالية على القلوب ديال المسلمين والمغاربة في هذه الدولة. فكان الحفل بتنظيم من الجمعية الثقافية والمركز الإسلامي اللي متيتواجد بالعاصمة الإستونية طالين. الحفل عرف تنظيم مجموعة من الأنشطة اللي كانت توضع في نصب الأعين ديالها الأسرة اللي ما لها من أهمية. فالحمد لله كانت أنشطة تتجاوب مع المتطلبات ديال الوليدات الصغار. كانوا ورشات ديال مثلا ديال الحنة للفتيات والنساء، ألعاب مبرمجة للأطفال مثل ركوب الخيل، مسابقات رياضية، مسابقة في حفظ القرآن. والحمد لله يعني الحفل لقى الاستحسان ديال الجالية المسلمة المقيمة بهذه الدولة، وعرف تقريبا ما يزيد عن المشاركات ديال 300 ديال الناس اللي جاوا حضروا معنا اليوم، تذوقوا الأطباق المغربية وتعرفوا على الثقافة المغربية. فكانت يعني واحد الاكزيبيشن ديال اللباس المغربي اللي كانت تتعرض الغنى الثقافي ديال المغرب. كانت مخطوطات إسلامية اللي خلات الجمهور الإستوني يتعرف على الثقافة الإسلامية ويشوف أهم يعني المساجد اللي كاينة في العالم. فهذه كانت فرصة للمسلمين أنهم يتجمعوا ويحتفلوا. والحمد لله احنا كمغاربة يعني دائما تنعبروا على الحب ديالنا للوطن ديالنا والتشبث ديالنا بالثوابت ديال الدولة المغربية تحت القيادة السامية ديال صاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس. الله ينصره والله يديم عليه الصحة والعافية، وكذلك للشعب المغربي. وشكرا جزيلا، ودائما المغرب ديما مغرب.